السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايبي. معكم أحمد من قناة بيت العيلة. هنعمل مع بعض النهاردة الكشري المصري. طبعا من الأكلات الشعبية اللي احنا بنحبها وبنحب ناكلها بره، مع ان احنا ممكن نعملها في البيت بمنتهى السهولة واقتصادي وبنظافة. طبعا انتي عاملاه. ده العدس بجبة، هنمسكه وننقعه نص ساعة، وبعدين نشطفه كويس ونحطه في الحلة بالشكل ده، ونحط عليه مية نغطيه، ونحط عليه معلقة بصل مبشورة او متقطعة، وبرده نص معلقة صلصة. تمام، بالشكل ده كله كده على البارد. وهنحط شوية كمون. تمام، وشوية ملح بساط، كل حاجة رشة ملح بسيطة لان كل حاجة هيبقى عليها ملح، واغطي عليه واحطه على النار. اول ما يعمل هوطي عليه، لما يغلي هوطي عليه. دي المكرونة اشكال عندي سباكيتي وعقل، حاجات عقل احجام وكده. هحط عليها المية على البارد، مش هغليها يا جماعة. على فكرة واي طريقة مكرونة مش لازم اغلي لها المية على البارد هتخليك المكرونة مش هتكلبش معاكي. او لما تحطيها في المية لا، هتبقى سايبة خالص. هحطها رشة ملح برضو وشوية زيت، والمية تكون ناقصة، المية تكون ناقصة يعني المكرونة تكون باينة من المية. وهنحطها على النار. وده البصل حلقات اهو متقطع، هنحط عليه دوب معلقتين دقيق، مش عشان خاطر يقرمش، هو كده كده هيقرمش حتى لو حطيتيه من غير دقيق. الدقيق ده عشان خاطر ما يشربش زيت. تمام، بس مش اكتر ولا اقل. هحمره في الزيت زي ما انتم شايفين كده، واحاول ما اقرص عليه عشان ما يبقاش ممرر، يبقى لونه فاتح. ماشي. والمكرونه بتاعتي شربت الميه اهي، بصوا يا جماعه مش لازقه خالص. طبعا المكرونه لما تكون من نوع نضيف نعمل معاها الموضوع ده. اما لو موضوع والعدس بتاعي برضه اهو خلاص تمام. والبصل معايا اهوت على النار اهو، طلعت طاسه فاضل طاسه خلاص. وكله شغال مع بعضه. هنخش بقى على الرز. حته سمنه بلدي كده على شويه زيت حسب ما انتي عايزه. المادة الدهنية دي براحتك، زبدة سمنة اي حاجة. هنحط شوية شعرية. طبعا الكميات براحتك، انت شوفي انتي هتعملي ايه. انا عاملة كوباية من كل حاجة، كوباية رز كوباية كوباية عدس بجبة كده. حمرت الشعرية وحطيت على كوباية الرز اهوت. تمام، هشوحها هقلبهم مع بعض تقليبة كده بشوية الفلفل بشوية الملح، او رشة الفلفل ورشة الملح. كل حاجة يا جماعة على رشة فلفل وعليها رشة ملح خفيفة، علشان خاطر في الاخر تلاقي الملح بتاعك مظبوط، ما تلاقوش حادق. وكله شغال مع بعضه. هنخلصه بالظبط في نص ساعة. والمية المغلية هنيجي حطاها المعيار بتاعي اهوت، يا دوب يغطي الرز، واديله تقليبه واغطي عليه، واول ما يغلي اوطي عليه. هنخش بقى على ايه الدقة. هريسة شطة هي اللي هي الهريسة برضو حتة صغيرة، وحتة دقة توم ماشي على شطة مفرومة، وشوية شطة وشوية كمون، وطبعا ايه الملح ده في الاخر. وهاجي نازله بشويه الايه يا دوب تقليبتين ما نحمرهمش جامد، ونحط شويه الخل، وبعدين ازوده ميه سخنه، وبعدين احط الملح بتاعي ويا دوب يغلي وخلاص على كده. طبعا انا مش هعمل شطه، انا هحط عليه سنه شطه، وحتى هحط برضو سنه شطه على الايه الصلصه. حابه تحط الشطه لوحدها براحتك، بس انا عشان عندي اطفال مش هكتر شطه، فحط سنه شطه على ده وسنه شطه على ده، بحيث ان هو ايه ما يبقاش حامي. بصل برضو بصلايه صغيره اهي دي للصلصه، وهنحط عليها شويه الفلفل. تمام، برضو مش هحمرها جامد علشان خاطر ما يبقاش تقيل وما يحرقش الصدر ولا الكلام ده. الحاجه لما تبقى هاديه دوب تدبل بس. هحط معلقتين الصلصه اللي انا عاملاها معاكم قبل كده، شايفين لونها عامل ازاي. هحط معلقتين صلصه طبعا جاهزه ومعموله، وهتتزود ميه فهتزيد معايا. فلما احط طبعا احط ايه اهو حطيت معلقتين يا دوب هيعملوا معايا كميه كويسه. وشويه شطه خفاف اهو، وشويه كمون وشويه فلفل، وكلها رشات بسيطه، وبرده ملح كده على حرف المعلقه. وطبعا الزعتر مش عايزه اقول لكم طعمه بيبقى جميل جدا، خصوصا الزعتر الاردني ده بيبقى طعمه حلو قوي ومفيد ومغذي برده في نفس الوقت. خلاص هزود بقى ايه حطيت ملح والتوابل بتاعتي، وهاجي حاطه الميه بتاعتي
بعد ما ايه خلاص اتأكدت ان هي خلاص تمام اهي. ماشي. طبعا احنا مسبكينها قبل كده فايه هي مش عايزه حاجه. حط الميه لحد بقى ايه ما تديني ايه قوام قوام الصلصه كده. انا العدس كده انا الكشري كله خلص معايا في وقت واحد، ولا لخبطت نفسي ولا اي حاجه. اهو يا جماعه كله خلصان، كله شغال مع بعض. الصلصه اخر حاجه والبصل اهوت. المكرونه خلصت ومش معجنه وجميله جدا اهي. بصوا الواحده بوحدتها اهي، والرز ما شاء الله عليه مفلفل، واحده بوحدتها اهي. تمام. وهنحط العدس. طبعا حابه تعملي حمص، حابه تحطي كبده، لحمه مفرومه، دي برغبتك، دي اضافات براحتك. لكن الثابت في الكشري هو اللي احنا عملناه ده. رشه صلصه، رشه دقه. تمام. اللي حابب يزود على الاكل يزود، والبصل على الوش كده. وكده خلص طبق الكشري بتاعنا. واراهنك او اتحداكي ان انتي ما تاخديش كماله للطبق ده من طعامته وحلاوته، ومش هيتعبك خالص، لانه طبعا كل الاكل يعتبر فيه معمول بطريقه صحيه. تمام. والف هنا والف شفا، وارجو تكون الحلقه عجبتكم، وان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.